شوفوا هذا الأخطبوط تألقه مش لصالحنا احنا، والله تألق محمد أمان ما هو لصالحنا احنا. إذا بقي أحمد العيسي رئيس الاتحاد اليمني، أنتم عارفين ليش؟ أنا أفسر لكم الآن ليش. الفرص اللي تصدى لها ضد العراق، يعني لو كانت سجلت الثلث من الفرص إيش بنقول؟ مش نلوم محمد أمان أكثر ما نلوم المدرب، لكن الآن تصدياته الخرافية هي تنقذ المدرب. الحمد لله إنه ضد السعودية ما تألقش قوي نفس ما تألق ضد العراق، رغم انه تألق ضد السعودية، والله انه تألق، وكان حتى ركلة الجزاء قريب منها، والله كان قريب منها. الدفاع ما كانش متماسك مثل ما كان متماسك بالمباراة ضد العراق. محمد أمان أسطورة، وإن شاء الله إنه ينال مقدار تعبه. نتمنى لهذا الحارس الاحتراف بأقرب وقت إن شاء الله. شباب عادي الأهداف اللي حصلت عادي، لو كان محمد أمان تألق أكثر من اللازم كان بيضرنا إحنا، لأنه تألقه يكون سبب في بقاء المدرب. يقول لك احنا حققنا نتائج ايجابيه مع هذا المدرب، ممكن يتحسن الوضع، ممكن يتحسن من الهجوم، الان فعل دفاع تكتيكي، نظم اللعب دفاعيا، يعني الى خط ابعد من الدفاع، باقي الهجوم الحل حقه بسيط، خلوا المدرب هذا يبقي.